اوعى العوا يا عم الحاج. العوا اهو، بابا المجال، عم الشغلانه، بابا الشغلانه، هو ده ولا في غيره يفرحنا. الاهلي يمرض ولا يموت، يمرض ولا يموت. طبعا احنا نتكلم بقى بدماغ الزملكاويه اللي هو ايه. خالد الغندور طلع بيقول لك ان الزمالك كسب بطل افريقيا وبطل نص الدنيا، يبقى كده الزمالك بطل نص الدنيا التاني وبطل افريقيا. احنا بقى كسبنا الزمالك اللي كسب بيراميدز، تمام. يبقى احنا كده ابطال نص الدنيا الثلاث قارات، وابطال النص التاني، وابطال السوبر، وابطال افريقيا، وابطال الدنيا، صح كده؟ ما هو اي عته بيتقال بقى واي كلام بيتقال، ما علينا. عايز اتكلم على زيزو. زيزو النهارده ربنا سبحانه وتعالى جاب له حقه في الملعب. انا عند رايي زيزو لاعب عادي، بس النهارده سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى بيكلل مجهوده عشان الواد اتشتم بابشع الالفاظ. سمع شتيمه ابوه، سمع شتيمه امه، وخده في عرض مراته في الاستاد. جماهير الزمالك الجماهير البذيئه، مش كلها اللي في الاستاد، جماهير الزمالك اللي كانت متواجده في الاستاد جمهور بذيء، عالم ما عندهاش بربع جنيه تربيه. اولا انت مش في بلدك، انت في بلد تانية، والناس كلها مليار واحد بيتفرج عليك النهارده، اقسم بالله فعلا عدد المشاهدات مليار واحد بيتفرج عليك. لمجرد ان اللاعب مشي من عندك تقوم تعمل فيه كده. انا بشيد بجمهور الاهلي، الجمهور المحترمه بتاعت الكيمي كيميكا، كيمي كيميكو الكيمي كيميكا. شفت جمهور الاهلي النهارده؟ ده بقى اللي تتعلموا منه الرقي والادب والاحترام. الجمهور بتاعكم بقى البذيء اللي كان في الاستاد هو ده اللي اتعلموا منه البذاءه وقله الادب وطولة اللسان. يا بتاعه الكيمي كيميكا اللي طالعه تقول ان المفروض ان احنا نتعلم من جمهور الزمالك واللي الرقي والاخلاق، رقي وايه واخلاق ايه وبتاع ايه. انتوا خليتوها النهارده خل، اقسم بالله. ده احنا بنلعب في بلد مش بلدنا. دايما المشاكل تيجي من عندكم، مره شيكابالا ومره الجمهور ومره، دايما كده. انتوا دايما كده فاضحيننا في كل مكان. بس الحمد لله على الفوز النهارده. وزيزو النهارده ربنا سبحانه وتعالى كلل مجهوده علشان خاطر الواد اتشتم بجد واتظلم. افرح يا زيزو، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي، اعظم نادي في الكون. الاهلي اعظم نادي في الكون. في بدايه الموسم كنتوا عاملين تحفلوا وبتاع ومش عارف ايه. اوعى النهارده، خلي بالك النهارده الزملكاويه على باقه حكم مرتشي. يعني هم كانوا امبارح على باقه ما عندناش لعيبه، النهارده على باقه ايه بقى؟ حكم مرتشي والتحكيم، وخدتوا البطوله بالتحكيم. لو جبت لهم مين تقنعهم ان اللي حصل في مباراه سيراميكا مش ضربه جزاء، ما بيقتنعوش. هو شايف اللي دي ضربه جزاء، شايف ان النهارده هو اتظلم من التحكيم. خلاص خليك دمتم متعكننين، دمتم متعكننين. يا ربنا دايما يديم عليكم الملعكننه للي عايز يتعكنن، اللي عايش في دور المظلوميه. اما بقى الراجل اللي فاهم، اللي عايز يصلح اخطاء النادي بتاعه، اللي عارف اللي انت فاضي، هو عارف اللي انت فاضي. النهارده الزمالك بيلعب بكامل نجومه. حتى احمد حمدي اللي كان غايب من فتره رجع، الجزيري لعب، خوان الفينا لعب، الواد شيكو بنزا لعب، عبد الله السعيد لعب، حسام عبد المجيد لعب، الونشي لعب. اللعيبه بتاع ده انت عندك اسطول لعيبه، اللعيبه كلها بتاعتك لعبت النهارده، عشان ما تقولش انا ما كانش عندي لعيبه. بس الاهلي عالي عليك، الاهلي والله العظيم بكلمك بجد، الاهلي عالي عليك، احنا عاليين عليك. انا كسبك من اسبوعين ثلاثه، من شهر بالظبط، مرتين ورا بعض. والمطوشه بتتكسب كده، كسبتك في الملعب، ما لعبتش زون ديفينس عشان اجرك لضربات الجزاء واكسبك. هي دي الكوره يا حرافيش، انتوا حرافيش. اه والله العظيم ده اعظم نادي في الكون. الف مبروك للاهلي والاهلاويه. بالله عليك، بالله عليك لو عجبك الفيديو لا تشيره. انا اول مره اطلب من حد يشير فيديو، بس بالله عليك لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي وشير الفيديو. ابعتها له بقى عشان ايه؟ معموله له. مبروك للاهلاويه، سلام.